السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكوني بخير يا اختي انت وهي. النهارده بقى هعلمكم احلى طريقة تعملي بيها واسهل طريقة تعملي بيها لكلوك. اه يا بنتي، لكلوك يعني ايه لكلوك؟ الشراب الصغير ده اللي بيلبسه البيبي وهو لسه مولود، او يعني قبل ما يمشي يعني. عايزه اقول لكم ان انا بعمل يعني شاطره جدا، ما تقلقوش يعني انا هبهركم. بعمل حاجات اشغال بالكروشيه تحفه، تحفه يا شيرين. اه والله العظيم هتنبهري. طبعا انا البكره الكبيره دي كانت كانت فستان يا ولاد. اه والله العظيم كنت عامله بيها فستان، وكنت مدخله معاها اللون النبيتي ده. دي بقى جديده، بس مش عارفه سخطوها ليه. بص بقت صغيره ازاي، يعني دي بقى يعتبر بنتي الكبيره. بس عايزه اقول لكم ان ايه، ان لسه برضو في دي باندا. دي نوعيه كده من الصوف اسمها باندا. لكن انضف نوعيه ممكن تجيبيها الاليز، اليزا او اليز، يعني في ناس بتنطقها اليزا وفي ناس بتقول عليها اليز. طبعا انا لما كنت عامله الفستان اللي هو لونه رمادي، في رمادي فاتح دوت في النبيتي، ده كان اختيار صاحبة الفستان، يعني هي اللي اختارت اللون، بس بصراحة ما عجبنيش، معرفش ليه. فكيته تاني بعد ما عملته، مع انه هو كان شكله حلو وعجبها وكل حاجة، بس المشكلة ان انا اقنعتها ان اللون مش حلو يعني جت فوق دماغي. المهم فكيته. بعد كده هي طبعا انا بقى ايه، طولت وكسلت واتشغلت بحاجات تاني، فما عملتلهاش الفستان. البنت كبرت وراحت المدرسة وانا ما عملتش الفستان. فلقيت فجأة كده يا ولاد وانا بنظف الدرج، لقيت فيه الدرج بتاع الشفنيرة، لقيت فيه الصوف موجود. قلت اعمل ايه؟ اطلعه بقى خسارة يعني بدل ما يترمي كده. اعمل بيه شوية لكاكيك كده، او اعمل بيه بتاع دوت شال، او اي حاجة يعني. واستغله. فالنهاردة باذن الله هعلمكم بقى ايه طريقة سهلة جدا تعملي بيها لكلوك كده شيك. انا كنت بشتري اللكاليك دي لولادي، مش لكاليك بقى، كانت حاجة كده ليها نعل جلد او بلاستيك، بس كانت خفيفة قوي. بس في نفس الوقت انا استغربت ان هي ليه بيبقى ليها نعل، مع ان ده طفل لسه مش بيمشي. فاخترعت انا موضوع اللكلوك ده. وبعد لما اتعلمته بقى وبقيت اعمله، والله هو فكرة من دماغي، مش ما شفتهاش من حد يعني. فعملته بقى، بقيت اعمل لهم منه. بصوا الاول هنعمل سلسلة. هنعمل سلسلة حوالي 30 عين كده. تمام. بعدين هنقفلها. تمام كده يا ولاد. نبدأ بقى نقفلها. وانا عملتهم كده 30 لان دي رجل بيبي صغير. خلاص كده نقفلها بقى. بص بقى، طلعت عيني في القفل ليه؟ لان الابرة 5، مقاس 5، والصوف بقى يلزق فيها. بس في النهاية برضو تمت المهمة بنجاح يعني. المهم يا بنات، هنفضل هنقفل. بعد ما نقفل السلسلة هنفضل نلف كده، نلف يعني نعمل ايه، غرزة فردانية واحدة. نفضل نلف فيها، نلف لغاية ما نخلص حوالي يمكن 14، او يعني على حسب طول الشراب اللي انت عايزاه، لان انا عاملاه طويل لاني هتنيه من فوق. تمام. فانا هنا عملت حوالي 14 صف، 14 صف. تفضلي تلفي كده. دي اول غرزة، اول صف قصدي. وبعد كده تلفي بقى تاني تاني صف، بعدين تالت صف. غرزة فردية، مش غرزة حشو، يعني مش غرزة مجوز او غرزة ثلاثية، لا، يعني فردية. شايفين دول 14 صف. تمام. انا عاملاه طويل كده عشان انا هتنيه مرتين، عشان يبقى ليه يعني طرف من فوق كده يدي لمسة جمالية. شغل الكروشيه ده ممتع جدا، بس عايز صبر وعايز وقت، وانتوا عارفين ان الوقت دلوقتي مفيش وقت اساسا. هبدأ بقى ايه، اعمل صفين كده باللون النبيتي عشان يدي يعني قال يعني ايه لمسة برضو جمالية.
هحط اديني قفلت ربطت الخيطين في بعض، ولازم اسيب حته كبيره كده من الخيط عشان دي ادخلها في وسط الغرز. اول صف عملناه هنعمل تاني صف، وبعد كده برضو نرجع. انا بقول لكم هنا ان انا ايه بتني الشراب لفوق، شايفين؟ اديني تنيته اهو، طبقته مرتين. ممكن ان انت تخيطيه من جوه، وممكن تسيبيه زي ما هو. حلو الاغنيه دي، مطلع اغنيه. بجد انا بقى زي ما بقول لكم كده، ممكن ان انت تخيطيه، يعني تثبتي التانية دي، وممكن تخليها سايبه، يعني ممكن تسيبيه بقى عايزه تخليه طويل زي ما هو، او ان انت تخليها متنيه كده. طبعا انا هرجع تاني اعمل لون رمادي علشان نكمل بقيه الشراب. عايزه اقول لكم ان شغل الكروشيه ده متعه، يعني حاجه كده عايزه بس طولة بال وصبر والله. وانا من النوعيه اللي بحب الحاجات دي قوي قوي، يعني اعشق شغل الكروشيه. المهم ان انا بسجل لكم دلوقتي وبتفرج على نفسي، فلحظة يعني شوية كده تلاقوني قطعت الصورة، لان انا حسيت ان شعري بان. طبعا ما انا مش هقعد بالحجاب في البيت، بس خلوني معاكم لغاية ما اشوف جزء كده من لسه ما فيش حاجة بانت، صح؟ هو كنتوا شايفين حاجة يا ولاد؟ طبعا هفضل بقى ايه من تاني غرزة بقى، من تاني غرزة بنروح عاملين من تاني صف، قصدي سوري يعني يا بنات، من تاني صف اروح عاملة من تاني صف بعد ما عملنا اللون التاني، اللون الرمادي ده، اروح عاملة بقى ايه 3 غرز، كل غرزة فيها مجوز، يعني ابدأ من النص كده، من بداية الخيط، فاعمل ايه 3، بعدين اطلع ارجع تاني تحتيهم اعمل 5، ازود 2، بعدين ارجع اعمل 7، بعدين 9. المهم ان انا وصلتهم ل11 عشان ما يطولش اول بوز قدامه، يعني بوز الشراب، فيبقى طويل من قدام قوي كده، فيبقى شكله مش حلو. هم 11 حلوين قوي، لان ده بيبي صغنن، يعني هو ده الشراب ده معمول لحد عنده 8 شهور يعني. هنبدأ بقى نقلل الغرز من ورا. يعني ايه نقلل الغرز؟ يعني ناخد 2 في واحدة، وهعمل ايه، هعمل 3 غرز بس من ورا، يعني هاخد 3، هاخد 2 و2 و2، تمام كده. وبعد كده ارجع اخد واحدة اللي في النص، يعني تقلل الغرز من ورا بس، لكن من قدام بنزود لغايه ما يبقوا 11 وتوقف على كده. ممكن ادور عليها تاني واخليهم زي ما هم 11، بس ما تزوديش عن كده. لو رجل البيبي لسه صغير يعني يبقى هو بيلبس من شهرين 3 لغايه 8 شهور، او لغايه مثلا سنه. لكن لو زودت عن كده هيبقى شكل الشراب كبير، يعني هيبقى اكبر من السن اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، انا تقريبا بعيد عليه تاني. طبعا انا عارفه ومتاكده ان انتوا يعني مش مركزين معايا، فعايزه رايكم بس في الكومنتات بعد ما تشوفوا الشراب او اللكلوك، وتقولوا لي ايه رايكم، ايه الابداع بتاعي، ايه رايكم في الابداع بتاعي؟ انفع يا ولاد اعمل لكم مشغولات كروشيه؟ والله العظيم انا بعمل حاجات جميله جدا، بعمل سلوبتات وبدل وبعمل فساتين، بعمل شال، طقم كامل يعني. بصوا بقى بدأ يظهر. هنبدأ بقى نقلل الغرز من قدامه، من قدام طبعا احنا قللناها من ورا، فهنبدأ ناخد كل 2 اللي كنا عاملينهم 2 هناخدهم في غرزة واحدة،
علشان احكمها بقى وتبقى ايه باينه كده، تبقى مديه القبه بتاعت الوش دي. فهاخد كل اتنين في واحده، وبعد كده هكمل واروح جايه من تحت اروح قافلاهم على بعض. شايفين والله العظيم استاذه ورئيسه قسم تحفه. بصوا بقى بعد ما ركبت له الرباط، يا سلام، فنانه يا بنتي، فنانه. وهنا كلمه فنانه دي يعني حماره في اللغه العربيه الفصحى. بصوا شايفين، ايه رايكم؟